لاحظت أنه كل ما كان أضعف كل ما كان ولاية الله عز وجل وعناية الله به أعظم. عشان كذا الأنبياء ما كانوا يحتاجون لأحد إلا الله، تعرض عليه أي عروض ما يريد إلا الله عز وجل. إذا صبرت وافتقرت أبشر. شوف كل ما رفع الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام كل ما كسر نفسه لله عز وجل. صح؟ صح؟ كيف دخل مكة؟ دخلوا ومنزل راسه عليه الصلاة والسلام. ليه؟ هو أعرف الخلق بالله عز وجل، يعلم أن الله يبغاه كذا. وفي البخاري ومسلم لما عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام كنوز الدنيا ومفاتيح الكنوز قال لا بل أجوع يوما وأشبع يوما. أحبتي نحتاج الافتقار مع الصبر. إيش أشق أنواع الصبر؟ في صبر عندنا على الطاعة، صبر على الطاعة، اليوم صليت الليل بكرة ما تصلي. صبر عندنا عن معصية أنك ما تفعلها. وفي صبر على الأقدار، صبر على طاعة وصبر عن معصية وصبر على أقدار. الصبر على الأقدار هذا أنواع، نوع منه بدني ونوع نفساني كما قال ابن القيم عليه رحمة الله. نوع نفسي ونوع بدني. النوع البدني نوعين والنفساني نوعين. النوع البدني إما أنه اختياري، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء اللي يقوم الليل وهو يقدر ما يقوم، يصبر عن شهوة له في النظر وهو يقدر ما يصبر عليها، ويصبر عن كلمة يقولها مع الناس يخوض مع الخائضين وهو يقدر، فيحمل نفسه على مشاق وأعمال ويقوم ويعود مريض يبغى ما عند الله، يبغى الله يرضى بأي طريقة، يروح في طريق ثم يرجع عشان اللي قاله واحد يظن هو أنه إن خدمه سيرضى الله عنه، يخلي واحد يطوف عليه واحد تكلم عليه، كل هذه يصبر نفسه ببدنه وجهده علشان الله عز وجل يرضى. وعجلت إليك ربي ترضى. هذا النوع بدني الاختياري. في بدني غير اختياري، واحد مسجون معذب بدنه ومضروب ومرض، هذا غير اختياري صح. فيه النفساني واحد اختياري، والله أني أقدر أعصي رب العالمين وأقدر ونفسيا مشتهي أشياء وأكبت نفسي عليها. وفي شيء اضطراري اللي هو فقدت حبيب ماتت لك أم أبو أخو ولد، مالك نفساني بس مالك دخل فيه. النوعين أحبتي الاضطرارية يشترك فيها الحيوانات والأوادم. ما قد شفت حيوان يبكي؟ والله قد شفت، أنا قد شفت أكثر من قد شاف. من قد شاف حيوان دهس بنته ولا أخذت بنته فجع عليه. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مع الجيش ورأى الحمر طير يمر ويروح يطوف منفجع قلبه، فقال من فجع هذه بأولادها؟ واحد من الصحابة مرة أخذ الفروخ اللي عنده فقال رجعها ردها. البعير اللي جاء يشتكي النبي عليه الصلاة والسلام. فيا جماعة احنا عندنا صبرين، بدني ونفساني، اختياري واضطراري. الاضطراري يشترك فيه الفجار والأتقياء والحيوانات. أما الاختياري اللي أنا أصبر نفسي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. شوف الهم، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. طيب هذه أنواع يا جماعة من الصبر. إيش أشق نوع في الصبر؟ إيش أشق أنواع الصبر؟ أشق أنواع الصبر يقول ابن القيم عليه رحمة الله ما كان الباعث عليه قوي وهو سهل المنال. يعني إيش معنى هذا الكلام؟ يعني واحد شاب وعنده الشهوة متأججة ويلقى له صورة بيديه ولا موقع قدامه سهل، ولا يلقى له واحد يتعرف عليها بسهولة. هذا أشق أنواع الصبر. واحد فقير وعياله يتلوون قدامه من الجوع وبيطرد من المسكن، ثم جاء واحد قال له تعال اشتغل معي بمخدرات وأعطيك بيت وسيارة فهنا فيه دافع قوي إنه محتاج وسهلة قضية أن يأخذها. هذه أقوى أنواع الصبر،
أشق أنواع الصبر. فأحبتي يقول ابن القيم عليه رحمة الله: لأجل هذا لما تنظر إلى السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كلهم كان نوع الصبر عندهم أشق نوع في أنواع الصبر كلها.